هذا ماشي تشارك، هذا هليلات للفرماج. هذه الوصفه تاع ناس زمان تجيب بزاف بنينه وتخرج لكم كميه كبيره بمكونات بسيطه ومش مكلفه بطريقه سهله وسريعه. احتفظوا بالوصفه. اول حاجه نوجهوها العجينه تاعنا، نخليكم المقادير بالضبط اسفل الفيديو، اللي فيها الزبده المكسرات، حبه تاع البيض، ربع حبه تاع الفخوماج ولا فاني. زيدوا مغرفه كبيره تاع كريمه البندق راح تنحي لنا كامل الريحه تاع الفخوماج. نخلطوها مليح بالخلاط الكهربائي ونليموها بالفارينه باش نتحصلوا على عجينه طريه. بالنسبه للفرص تاعنا اللي فيها كيله تاع المكسرات مع كيله تاع حلوى الترك، نخلطوهم مليح ونليموهم بالمازار باش نتحصلوا على الفرص تاعنا ما تكونش ناشفه وما تكونش جريده. نجيبوا الكريه تاعنا اللي كنت شكلتهم على 35 غرام، نفرسيوهم بهذيك لافرص، نزيروهم كيما راكم تشوفوا، نحلوهم مليح بيدينا ونشكلوهم على شكل هليلات. كي يكملوا كامل الكميه ندخلوهم للفرن على 180 درجه حتى يدوا هذيك التحميره، نخلوهم يبردوا مليح ونجو نزينوهم. اللي كنت زينتهم بشويه تاع المعجون، زدت لهم شويه تاع المكسرات وشويه تاع الشيكولا، والتزيين يعود لكم. ان شاء الله عجبتكم وصفتي اليوم، ما تنساوش تخلوا لي ابوني وكومنتير.